مرحبا بكم في رحلة جديدة من رحلات الخوف والغموض. أنا معكم اليوم لأروي لكم قصة حقيقية عن منزل الأسرار في قرية وادي الظلام النائية. في أقصى الوادي يقف منزل حجري قديم تغطي جدرانه الطحالب ونوافذه المحطمة تحدق في المارة كعيون خاوية. لم يجرؤ أحد على الاقتراب منه منذ عقود، فالقصص التي تروى عنه تجعل أشجع الرجال يرتعدون. يقول كبار السن في القرية إن المنزل كان ملكا لعائلة غامضة اختفت في ظروف غريبة قبل 50 عاما. كانوا يمارسون طقوسا غريبة في قبو المنزل، وفي إحدى الليالي المظلمة سمع سكان القرية صرخات مروعة تصدر من المنزل، ثم ساد صمت مطبق. عندما تجرأ الأهالي على دخول المنزل في اليوم التالي لم يجدوا أحدا. اختفت العائلة بأكملها تاركة وراءها آثارا غريبة، رموز منقوشة على الجدران وشموع سوداء وكتب قديمة مكتوبة بلغة غير مفهومة. منذ ذلك الحين يؤكد السكان أن المنزل يستيقظ كل 5 سنوات. تسمع أصوات غريبة تصدر منه، وترى أضواء تتحرك خلف نوافذه المغبرة. يقول البعض إنهم رأوا أشباحا ترقص في حديقته المهجورة في منتصف الليل. قررت أن أوثق هذه الظاهرة بنفسي. وصلت إلى القرية قبل أسبوع من الموعد المتوقع لعودة الأرواح. استأجرت غرفة في منزل قريب من المنزل المسكون وبدأت أراقب. في البداية كان كل شيء طبيعيا، لكن في اليوم الخامس بدأت الأحداث الغريبة. سمعت موسيقى عتيقة تنبعث من المنزل في منتصف الليل، ورأيت ظلالا تتحرك خلف النوافذ. في الليلة السادسة تجرأت على الاقتراب أكثر. وضعت كاميرات المراقبة حول المنزل وانتظرت. ما سجلته الكاميرات كان أبعد من الخيال. أشكال بشرية شفافة تظهر وتختفي، أصوات تراتيل قديمة، ضوء أحمر غريب ينبعث من القبو. لكن الليلة السابعة كانت الأكثر رعبا. عندما كنت أراجع تسجيلات الكاميرات رأيت شيئا جعل قلبي يتوقف. في إحدى اللقطات ظهرت امرأة عجوز تنظر مباشرة إلى الكاميرا، عيناها حمراوان متوهجتان وعلى وجهها ابتسامة مخيفة. وفجأة انقطع التيار الكهربائي عن القرية بأكملها. عندما عاد بعد ساعة اختفت جميع التسجيلات من الكاميرات، لكن ما رأيته لا يمكن نسيانه. اليوم أشارك معكم هذه القصة كتحذير. بعض الأسرار يجب أن تبقى مدفونة، وبعض الأماكن يجب أن تبقى مهجورة، فالظلام يحمل أسرارا أعمق مما نتخيل. إذا أعجبتكم هذه القصة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قصص الرعب الحقيقية. شاركونا تجاربكم في التعليقات، وأخبرونا إن كنتم قد مررتم بتجارب مشابهة. نلتقي في قصة جديدة. دمتم في أمان، أو هكذا نأمل.